السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان الكريم. اليوم اختي نشارك معكم واحد البريوش كيوجد في دفعة واحدة. الا كنتي عييتي من كثرة الوقوف في الكوزينة فندوزو المقادير وطريقة التحضير. غنحتاجو اول حاجة الخضرة اللي عندكم باش ما بغيتو تصايبوا هاد الحشوة. القزبر معدنوس، العطرية، التحميرة، البزار، الخرقوم، السكينجبير، شوية ديال الزعتر الا بغيتو تنسمو، الثوم بودرة، الفيرميسيل، زيت نباتية، شوية الحار، الصوجا والملح. ندوزو لطريقة التحضير. غناخدو مقله غنديرو فيها اول حاجه البصله ومع شويه ديال الزيت، ونديرو هاد الشحر هي الاولى ومع شويه ديال كيما قلت لكم زيت نباتيه، وبعد ونخليوها حتى طيح مزيان. عاد ونعاد نحكوا عليها واحد جوج دروس تاع الثومه تقريبا. المهم تبعوا معايا الطريقه، راه هاد البريوش كيجي ساهل ولذيذ. هنايا الحشوه باش ما بغيتو تخدموها بالصدر ديال الدجاج اولا لا داند اولا الطون ولا الكفته، كتجي بنينه بزاف. انا كنعطيكم فكره وانتم اللي كتبغيو، المذاق اللي كتبغيو ديروه واللي متوفر عندكم في البيت. انا هنا اليوم شاركت معكم بالدجاج. خديت الصدر ديال الدجاج قطعته مربعات صغيره بعد ما غسلته صافي. ضفتو البصله اللي دبالت لينا بشويه ديال الزيت وواحد جوج دروس ديال الثومه صافي. هنا مباشره غادي نزيد الخضر اللي عندي. انا هنايا حكيت واحد خيزو كبيره، حبه ديال الجزر والفلافل الالوان، عندي الفلفله حمراء والفلفله صفراء. صافي غنزيدهم حتى هما المكونات اللي درنا قبل الدجاج والبصله ونخليهم تيتشحروا مزيان مع ديك العطريه اللي قلت لكم قبل، سكينجبير، الخرقوم، البزار، شويه ديال التحميره، الثوم بودره، البصله بودره، واعشاب منسمه. هادو هما اللي درت. صافي غنحرك مزيان وغادي من بعد غادي نبقاو نحركوا هاد الحشوات. حاولوا يطيبوا لينا ناشفين. صافي درت زدت واحد جوج معالق كبار مخلطين ما بين القزبر والمعدنوس. غادي نحرك مزيان وانا ديجا راني شد الشعريه الصينيه دايراها في الماء طايب، وبعد ما كطيب بعد ما كنديروها في الماء طايب كنصفيوها وكنقطعوها بالمقص وكنخليوها كتقطر لينا. صافي هنايا الحشوه غادي نضيف سمحوا لي، غادي نزيد واحد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا، حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. وراه درت حتى الملحه، راهي ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا. وهنا الحار لكم اختيار، كنتو تبغوا الحار ديروا الحار، ما كتبغوش خليو غير داك شويه البزار اللي درتو قبل. غير هي الحشوات كيعجبوني يكونوا شويه حارين. صافي كنحرك حتى الحشوه ما كتعطلش بزاف، راه بزاف كتوجد وانا كنحرك وكنوريكم كيفاش الحشوه ما توقفوش على التحريك باش كطيب وهي ناشفه، باش ملي نعمروها ما تبقاش لينا داك البريوش سائل. شتي كيفاش كتبان المقله ناشفه. صافي هنا راه بعد ما وجدات كنضيفوا داك الشعريه الصينيه، كنحركو تقريبا واحد جوج دقائق حتى 3 دقائق حتى هي تتشرب لينا العطريه وتنسجم مع الخضره اللي ديالنا وداك شويه ديال الدجاج ونطفيو عليها. صافي هنا غادي نضيفوا الفرماج، ولكن ما نزيدوا داك الفرماج حتى كنطفيو عليها. سواء الفرماج اللي عندكم يا الفرماج مثلثات اولا الفرماج ديال السطله ولا الفرماج الاحمر اللي عندكم ديروه. الدور ديال الفرماج هو انه كيعطي الحشوه ديالنا واحد التعليكه. صافي انا هنا درت كان عندي الفرماج ديال السطله، درت واحد جوج معالق كبار، حركتهم مزيان مزيان حتى دخلوا لينا مع الخضيره ديالنا. صافي ومباشره غادي نحيدها من الحشوه من المقله وغادي نديرها في واحد الطبسيل ونخليها تبرد. هنا ما شاركش معكم العجينه، علاش؟ لانني العجينه دائما هي المعتمده عندي. الا رجعتوا الفيديوهات في القناه ديالي راه كتبوا تاول بساطه مع خديجه، راه غادي تلقاوها اي عنوان فيه فيديو فيه البريوش راه غتاخذوا منه العجينه. صافي هنا كما قلت لكم صافي غادي ندير الحشوه في الطبسيل نخليها تبرد ونرجع معكم باش نشكلوا البريوش اللي قلت لكم كيوجد في رمشه عين. هذه هي العجينه. حطيت حدايا الحشوه بعد ما بردات. هنا شويه ديال الفرماج حمر محكوك صافي وشويه ديال الطحين غنستعن به لان العجينه كتكون مرخوفه بزاف. قد ما كانت مرخوفه قد ما كيجينا البريوش زوين ورطب. صافي هذا هو القوام ديالو. صافي كنحطها بعد ما خمرات نحيد منها نديكازي، نحيد منها داك الهواء. قطعت انا هذا البريوش هذا على 4. العجينه فيها تقريبا نص كيلو ديال الطحين، 5 الكؤوس ديال عبروا ب5 الكيسان ديال العنبه اللي ما عندكمش الميزان. صافي قسمتها على 4 ديال الكويرات متساويين. صافي غناخذ كل كويره غنسرحها بالمدلك مزيان. شوفوا كيفاش كتبان لكم رطبه. نغطيوها وناخذوا الكره الاولى ونحاولوا نسرحوها بالمدلك مقاده، وضروري يكون حداكم شويه ديال الطحين لان العجينه مرخوفه. سرحوها مقاده بالطول والعرض ديالها ما تكونش دائريه. صافي بعد ما سرحتها كناخذوا ديك الحشوه حتى هي قسمتها على 4 باش تجيني قد الحشوه قد ديال القرصاص.
صافي كناخدو وكنعمرو الحشوه في الوسط ديال العجينه اللي سرحنا، بحال غنديرو مسمنه كبيره. صافي حطيت الحشوه قاديتها، غنحط فوق منها شويه من داك الفرماج المحكوك. الا عندكم فرماج غير كثروا صافي حتى هو بالطول ديالو فوق من الحشوه، وغنغطي هاك بهذه الطريقه كيف ما كيبان لكم بحال غنطوي مسمنه. ونعاود نعاود ندير شويه الفرماج، اولا ما كانش فرماج صافي اكتفيو غير بالفرماج اللي درنا في الاول ونطوي. صافي هنا كنجيب قطاعه ونقطع. تقدروا هنا نتوما تشدوا هاد البودان كامل وتحطوه في اللاطه عاد تقطعوا مباشره اللي بغيتو، تحطوه كامل وتقطعوه يا هكا. المهم الجهه الفوقانيه تولي هي الجهه التحتانيه باش ما تحلش لكم كيف ما يبان لكم. انا كنوريكم الجهه اللي كانت الفوق حطوها في اللاطه هي الجهه التحتانيه. صافي كنجيب ثاني القرصه الثانيه وانا كنستمر بنفس الطريقه، كنحل وكنحاول نعطي القرصه ديالي الطول والعرض. المهم ما يكونش دائري وتكون على شكل مستطيل. حتى هي كنخدمها بنفس الطريقه، كنحط الحشوه لانني الا كنتو مقسمينها كتسهل عليكم. كنقاده حتى بالايد ديالي نسرحها، كنحط فوق منها الفرماج وكنطويها حتى هي على شكل المسمنه كيف ما تيبان لكم. انا كنهضر والصوره راها باينه حتى هي واضحه. صافي كنطوي وكنرجع نعاود ندير شويه ديال الفرماج الاحمر وكنعاود نطوي الطيه الثانيه ونقطع. هنايا كما قلت لكم تقدروا تحطوها في اللاطه اللي بغيتوا تحطوها هكا، حطوها بالمقلوب بهذا الوجه يكون هو على لتحت في اللاطه. هنايا التقطاع بغيتوا تكبروهم نتوما اللي كتحكموا، بغيتوهم كبار قطعوهم كبار، بغيتوهم صغار قطعوهم صغار، نتوما اللي كتحكموا. بغيتوهم بهذا الشكل هذه، بغيتوهم معينات. المهم انايا عطيتكم غير الفكره بان هذا البريوش ما كيتعطش، كيجي ساهل حسن ما كنبقاو نشكلوا وحيده بوحيده كيشد لينا الوقت. هذه راه بالزربه ما كنتعطلوش فيه، سمحوا لي. صافي هنا بعد ما كملتهم كملت انا 4 الكراسات كاملين. انا وريتكم غير جوج ولكن كملتهم ب4 بيهم. دهنتهم بصفار بيضاء اللي درت معاه شويه ديال الحليب وقطرات من صلصه السوجه. صافي رشيتهم هنا زينتو بالبافو. بغيتو ديروا الزنجلان الابيض ولا الزنجلان العادي اللي عندكم. هاد القريعات انا كينفعوني اللي كيكون فيهم هكا داك الشيء الاعشاب. خليهم كنديروا وحده فيها البافو وحده فيها الزنجلان، تيجيو ساهلين في الرشان حتى ما كتبقاي ترشي بيدك. صافي هنا مباشره كنت راني سخنت الفران، دخلتهم الفران طابو، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. تيجيو زوين بعد ما كيطيبوا لينا. كنطفي الفران، كندير لهم شويه ديال الفرماج وكندخلهم غير داك الصهد ديال الفرماج كيذوب. داك الصهد ديال الفران هو اللي كيذوب لينا داك شويه ديال الفرماج. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا اللي قلت لكم تيجي زوين ولذيذ وكيجي يوجد دفعه واحده وما كياخذش لينا الوقت بزاف. صدقوني الا جربتوه راه غيولي معتمد عندكم كيجي حتى الشكل ديالو زوين. كيما قلت لكم الا بغيتو تكبروه كبروه. صافي كانت هذا هو الشكل ديالنا. شوف تبارك الله كيفاش كيجي عامر والحشوه لذيذه بزاف. ولا بغيتو ديروها كيما قلت لكم بالطون ولا بالكفته راه نفس الحشوه. انا عطيتكم فكره وهكا. ما بقى لي نقول لكم السلام عليكم، الى اللقاء ووصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.